لما ما تاخدش بالك ان في كتاب عدد صفحاته 600 صفحة يحفظه آلاف مؤلفة بلا خرم لحرف واحد من هذا الكتاب. قال الله عز وجل في أول كتابه بعد سورة الفاتحة: ألف لام ميم ذلك الكتاب. فالله عز وجل أنزل هذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن الكتاب موجودا، ما كانش فيه كتاب. الكتاب جمع في عهد عثمان، كان بينزل مفرق آية آية. فأول كلمة بس تدل على صدق القرآن، ذلك الكتاب، إن الله عز وجل كان عارف إن ده هيجمع وهيكون كتاب. تمام؟ كذلك فين في الأمم في أي أزمنة إن في كتاب عدد صفحاته 600 صفحة بيحفظه آلاف مؤلفة من غير خرم للحفظ ده؟ يعني لو غيرت، لو قلت وهي فا، يقوم عليك مئات الأشخاص، عشرات الأشخاص للتصحيح. ده شيء لوحده يدل على صدق هذا الكتاب. لأن لو في كتاب تاني، لو دي ظاهرة بتتكرر ماشي، لكن دي مستحيل تتكرر. فهل فكرت في المعنى ده يوم من الأيام؟